وقتك مش للتدوير، وقتك للاستثمار المركب. اوعى تفتكر انك مجرد موظف بتعدي اليوم، كل دقيقة بتمر اما بتخدمك في التراكم او بتتسرق منك وانت مش حاسس. في عالم العقارات كل وسيط معاه 24 ساعة، بس مش كل واحد بيقدر يطلع منهم بنفس النتيجة. ليه؟ لأن في واحد بيقضي يومه بطف حرايق، وواحد تاني بيقضي يومه إنه يبني سيستم، واحد بيصحى يرد على واتساب، وواحد بيصحى يبعت إيميل من روبوت جاهز ويكمل هو في تطوير نفسه. الفرق مش في كمية الشغل، الفرق هل وقتك بيضاعف نفسه ولا بيتكرر. طب إزاي تستثمر في وقتك تراكميا؟ خليك معايا. رقم واحد، ابني نظام. مش كل مرة تعمل الحاجة من أول وجديد. جهز قوالب جاهزة، سيستم لتنظيم المواعيد، خلي فيه كده تدفق واضح للشغل، ومش كل حاجة زي ما قلنا تبدأها من الصفر. كرر كل اللي بينجح، ما تقعدش تضيع وقتك في اللي ملوش عائد. المكالمة اللي كسبتك كررها، والمحتوى اللي بيجيب طوره. طب العميل اللي بيضيع وقتك فلتره. الحاجة الثالثة، احسب وقتك بالROI مش بالساعة. يعني لو ساعة شغلك جابت لك عميل وساعة تانية على موبايلك ضاعت، انت كده خسران حتى لو حاسس انك مشغول. الحاجة الرابعة، استثمر وقتك في كل اللي بيتراكم مش اللي بيتاكل. ايه اللي بيتراكم؟ التعلم، التطوير، صناعة براند، بناء علاقات. كل دي اصول مش مصاريف. الخلاصة، النجاح مش لحظة، النجاح تراكم وقت مستمر. كل دقيقة بتعدي هي اما دولار بيتضاعف او دولار بيتحرق.